والآن مع المفاجأة الكبرى. الحلقتين بتوع مسلسل أشغال شقة جدا اللي كانوا بيتكلموا عن الملك سقن رع اتعرضوا في توقيت رائع الحقيقة. الحلقتين دول تزامنوا مع اليوم العالمي للمرأة ويوم الشهيد المصري، والحقيقة دي يعني صدفة جميلة قوي، لأن الملك سقن رع واحد من أهم شهداء مصر في تاريخها، واللي اشتغلت على الموميا مش بقى دكتور حمدي وعربي، لكن اللي اشتغلت على الموميا بجد هي دكتور سحر سليم، وهي حقيقي عملت انجاز رائع، ادتنا كميه معلومات وتفاصيل زادت من تمجيد الملك الملحمه اللي حصلت في عهده. قبل ما نتكلم عن دكتور سحر سليم وعملت ايه ونتكلم عن الحاجات اللطيفه اللي اتقالت في الحلقه، خلونا نتكلم عن سقن رع نفسه. اصلا مين سقن رع؟ سقن رع هو كان واحد من الملوك الاسره ال17 اثناء احتلال الهكسوس لمصر بعد سنين طويله، وهو اصلا من منطقه اسمها دير البلاص، هي دلوقتي بين كده الاقصر ودندره. اللي حصل ان ملك الهكسوس بعت له رساله بيقول له اخرس اصوات افراس النهر لانها بتزعجني. الحقيقه ان سقن رع فهم ان دي اولا رساله تهديد واهانه، ان كان وقتها سقن رع واسرته ابتداء من امه الملكه تيتي شيري يعملوا حملات وطنيه علشان يكافحوا الهكسوس ويحاولوا يطردوهم. وطبعا استحاله افراس النهر حقيقي يزعجوا الملك الهكسوس لان هو كان في الشرقيه، فمن الشرقيه للاقصر يعني مكان بعيد قوي. راس النهر هنا المقصود بيها سقن رع والناس اللي حواليه، اللي هو انت بتهددنا وبتشتمنا. طبعا الدم الصيدي كده غلي في عروقه وقرر ان هو هيطلع يحاربه دلوقتي، وفعلا طلع يحاربه دلوقتي. اللي كان بيتقال لنا قبل ما دكتور سحر سليم تشتغل بعمق على المومياء ان هو مات في المعركه واخذ خنجر في جنبه اليمين، ربما كان نايم. فيبدا بقى ناس كده مغزين يقول لك كان نايم، يعني هو ما كانش بيحارب ولا حاجه، هو كان باعتهم يحاربوا وهو كان قاعد. بس بقى الرائع اللي عملته دكتور سحر سليم ان هي لما اشتغلت على الموميا مع دكتور زي حواس اكتشفوا ان ايد سقن رع كانت مربوطه ورا ظهره، وان هو لما مات كان اخد الوضعيه دي، فأسر اثناء المعركه وتم تعذيبه وتم قتله عقابا ليه ان هو كان بيكافح ضد الاحتلال وعايز الحريه والاستقلال لمصر. الحقيقه انتوا لو رحتوا المتحف القومي للحضاره المصريه هتشوفوا الموميا بتاعته موجوده في قاعه المومياوات، والحقيقه هي مختلفه تماما عن شكل الموميا وجثه عم حسين اللي كانوا جايبينها في المسلسل، لان الموميا حقيقي فعلا متدمره وباين عليها قد ايه هو اتعرض لتعذيب بشع وشنيع، لدرجه ان هو اتضرب ببلطه في قرطه كسرتها له، وسنانه كلها ضغطه على بقه، وحقيقي شكله باين اتعرض لتعذيب قوي جدا جدا. كمان بقى الموميا بتاعته بتقول لنا حاجه كمان، ان هو تم تحنيطه على مرتين. المره الاولى اتحنط بسرعه كان متاخد ومات، وجالهم بعد فتره من موته فهم خافوا ان الجثه تتحلل او تعفن، فبداوا يعملوا لها تحنيط بسرعه في مكان المعركه، ولما اخدوها ورجعوا الاقصر حاولوا ان هم يعيدوا تحنيطها مره ثانيه. الموميا دي احنا اكتشفناها بعد ما اكتشفنا المقبره بتاعته، لان المقبره بتاعته موجوده في منطقه اسمها دراع ابو النجا في غرب الاقصر، اكتشفناها سنه 1881، وبعدها ب5 سنين اكتشفنا المومياء بتاعته في خبيئه الدير البحري، وهو المكان اللي موجود فيه معبد الملكه حتشبسوت. شكرا جدا جدا لدكتور سحر سليم وكل اللي اشتغلوا على المومياء دي، وكمان شكرا لدكتور حمدي وعربي ان هم ادونا فرصه حلوه نتكلم عن الملك الجميل ده في التوقيت الحلو ده كمان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واكتبوا لي في الكومنتس رايكم ولو حابين تعرفوا اي حاجه تانية.